مش هيعدي علينا رمضان غير لما نزين زي زمان. هنحافظ على اللي فات ونزود عليه حاجات ونديها لولادنا. خيوط من نور تجمعنا من كل زمن ومكان، خيوط رابطة قلوبنا بنزين بيها رمضان وتكمل لمتنا. جينا لكم اللي فات نفكركم بأحلى الذكريات. أحلى حاجة في رمضان زي ما هو في كل زمان دايما بيجمعنا. هاي يا حلوين، واخيرا الفيديو اللي انا وانتم مستنيين هنزوق البيت لرمضان. وبصراحه انا متحمسه جدا، ومن كتر الحماس لبست العبايه زي ما انتم شايفين. بقالي كتير قوي ما لبستش عبايه الحقيقه، فتكشفت بالعبايه وجيت لكم عشان نزين مع بعض. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش ان انتوا تحطوا لايك للفيديو، تنزلوا تعملوا سبسكرايب في الشانل عشان يوصل لكم نوتيفيكيشن لما انزل فيديو جديد، وكمان عشان نوصل 25000. بس كده عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نبدا. بقى ده اول حاجه هنبدا بيها. زي ما انتم شايفين كده في فراغ موجود تحت السرير، قررت ان انا احط الليد دوت فيه يبقى عامل اضاءه كده من تحت. يعني مش عارفه هيكون حلو ولا لا، بس هنجرب وان شاء الله يطلع حلو. ده كده شكل المكان اللي احنا هنعلق فيه الليد. بصوا شكله وهو منور حلو ازاي. هنعمله دلوقتي بدبل فيس. بصوا انا كده لسه ما لزقناهوش، الحته دي بس اللي اتلزقت كده يطلع تحفه. متحمسه قوي. خلاص قربنا، فاضل بس هي الجزئيه ديت كده ونكون خلصنا. بقى اتبقى الحته ديت كده زياده. انا عندي اصلا هنا في فرق ما بين السرير والمكتبه، فعديه كده من جواها. اعتقد برضو شكله هيبقى لذيذ. حاسه بجد شكله طالع تحفه. مش عارفه اوريهولكم كله دلوقتي ولا لا، بس اعتقد كده خلينا لما نخلص خالص اوريكم كل الديكورات مع بعض. بصوا اول حاجه هنفضي بقى كل الحاجات الموجوده علينا علشان هنحط المفرش الرمضاني ده. اعتقد كده شكله حلو قوي. بفكر بقى هنا احط الهلال والنجمه دول، حاسه شكلهم هيبقى لذيذ. وكمان فانوسي السكر ده احطه هنا. مش عايزه ازحم الدنيا، فاعتقد كده كفايه. بقى الفانوس كنت مورياكم هو في دي كده، هنولع دي. فانوسي ده انا جايباه كده شكله. بصوا بقى البيبي ليد ده كنت جايباه احطه بس على المرايه، طلع بجد حجمه قد المرايه 60000 مره. بفكر ان انا امشيه كمان على السراحه. تعالوا كده نشوف هيطلع عامل ازاي. نشيل دي من هنا دلوقتي. في حاجه وقعت، في حاجه وقعت. بما انه طويل قوي ففكرت في فكره كده ان انا الزقه من تحت هنا، من تحت السراحه. مع أن هذا الشهر تصفد فيه الشياطين، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، الحسنات تضاعف. الله تبارك وتعالى يقول إلا الصوم فإنه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يضاعف الله فيه الأجور. أجر الصوم مختلف، أجر القيام مختلف. واخيرا الفرع ال 10 متر خلص، ظبطت بيه كل الجزء ده. فتعالوا نشوفوه بقى وهو شغال. طالع كده شكله ده كده لذيذه. تعالوا نظبط المرايه وبعدين نشوف شكل توتالي كده هيطلع عامل ازاي. لو لقيته مش احسن حاجه هغير برضو حطه الاضاءه دي. بس ده كده تقريبا الى حد ما شكلها. لسه هنظبط كل الرفوف دي وبعد كده اوريكم الشكل النهائي. اول حاجه قررت احطها هي المبخره القمر دي. وانا قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا هحاول اخلي اغلب الاجواء في اوضتي باللون الجولد، فلازم نبدا باول حاجه تكون جولد. نحط كمان الكريستاله دي بتاعت بوجي وطمطم. وكمان اطباق القمر دي مكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم، ودي مكتوب عليها قل هو الله احد. بصوا بقى دي كمان مكتوب عليها كده رمضان كريم وشكل جامع وكده. بفكر احطها هنا. احط كمان معاه المصحف بتاعي هنا، وده شكل الرف التاني. نيجي بقى للكورنر ده هنحاول على قد ما نقدر نطلعه بشكل مختلف، عشان انا بصراحه بقاله كتير جدا كده فعايزه اظبط الدنيا. بصوا هي اصلا كل الادوار الثلاثه محطوط فيهم شنط بتوعي، صعب ان انا اشيل الشنط كلها من هنا، فهشيل بس الحاجات اللي في الواجهه بس، زي مثلا الشنطه دي
او البوكس قصدي، هنشيله من هنا وهحط مكانه الفانوس ده. السنه اللي فاتت كنت عاملاه معاكم، هو اصلا كان لونه اخضر، رشيته كده بالدوكو، ما كانش عندي غير فضي فعملته فضي. هنحطه هنا. حاجه بجد بقى احب ان انتوا تسمعوا نصيحتي فيها، وهي ان مش شرط خالص ان كل الزينه اللي انتوا تبقوا جايبينها تكونوا شاريينها اصلا. عادي جدا تعملوا حاجات انتوا بنفسكم وحاجات بسيطه. اغلب زينه السنه اللي فاتت كنت انا اللي عاملاها بايديا. الفانوس ده كان فانوس قديم وانا اللي ظبطت شكله. كان كمان الهلال ده كنت انا اللي عاملاه وكنت حاطاه مكان الهلال ده. كل حاجه واحده واحده. لو الامكانيات مش سامحه ان انتوا تعملوا كل حاجه واو، فانتوا ممكن تعملوا الواو دوت بايديكم. لو الامكانيات سامحه اعملوا ده، لو مش سامحه برضه تقدروا ان انتوا تفرحوا وبطريقه حلوه جدا. بس كده تعالوا نكمل. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وانتوا بتتفرجوا. الدور التاني دوت برضو فيه شنط، فهشيل بس اول شنطه. ممكن اخليه بسيط قوي، فهحط الزرعه دي كده، او ممكن احط الشنطه ورا الاول كده وبعدين احطها. بالنسبه بقى للدور الاخير ده، فاحط فيه الهلال اللي انا كنت عاملاه ده، وهحط معاه الكيوت دي. وبس كده. نيجي بقى للجزء اللي جنب الزرعه دي. هو انا المفروض حاطه فيه المخده الصغيره دي علشان اداري الراوتر والسلك وكده. فعندي الكوشن ده من السنه اللي فاتت، لونه ازرق كده وستان ولايق مع المفرش كمان في الجل. بما اني عايزه انه يبقى غالب شويه على الاوضه لون الجل، فهركبها كده ونعتمدها في المكان ده كده شكلها. نيجي بقى لباب الاوضه. وايوه حتى باب الاوضه مش هنحرمه من الزينه ومن الدلع معانا في شهر رمضان. جبت له زي ما انتم فاكرين الفيديو اللي فات الزينه دي. تعالوا نركبها بقى مع بعض وان شاء الله يا رب كده تطلع لايقه. جبت كمان الدبل فيس ده، وده احسن حاجه تلزقوا بيها الحاجات سواء على الحيطه او على البيبان من غير ما تعلم في الاخر او بعد ما تشيلوها يعني. غير ان كمان اللزق بتاعه قوي قوي، يعني الحاجه مش بتقعد فتره كده وبعدين تقع. حرفيا شكرا لاحدهم عشان هو اللي اختار اللون، وبجد طلع شكله تحفه على الباب يعني بجد. شكرا. حرفيا غيرت شكل الباب 180 درجه. على الجدار دوت بقى هحط الهلال ده عشان يكون كده في خلفيه التصوير بتاعتنا في الفيديوهات. يلا نحطوه. ما لحقتش افرح حرفيا بالهلال، وقع من على الحيطه واتكسر. بصراحه متضايقه قوي قوي قوي. اتكسر من هنا ومن الناحيه التانية، سوق واحده، ودي الكسر الكبير ودي. بجد متضايقه قوي لانه كان من احلى الحاجات اللي انا جايباها اصلا ومبسوطه جدا بيها. بحاول اصلحه بس اتقفلت قوي يا جماعه، بجد متضايقه. يلا الحمد لله. هعمله بالدبل فيس ان شاء الله يعني يبقى مناسب. بصوا لزقته. اللزق الحمد لله مش باين يعني من كل الاجزاء اللي مكسوره، فان شاء الله ما تكونش باينه. ويلا بينا بقى نلزقه. متضايقه قوي، بحاول بجد ان انا اموف اون من الموقف بس فعلا متضايقه. يلا الحمد لله. انا كنت لازقاه بالسكوتش ده فهو وقع من ده، فهنجرب الدبل فيس ده. شهر الخير وحب الغير، قيام الليل صيام، شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام، تفتح أبواب الجنة، يغفر الذنوب الأم، شهر الصبر والهمة، شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام. تعالوا بقى نجرب نشغله. حرفيا ده هيبقى احلى خلفيه في تصوير الفيديوهات. بس ادعوا لي اني ما يحصلش فيه اي حاجه لاني بجد مكسور 3 حتت. بصوا انا اغلب الفيديوز ببداها كده الانترو من هنا ولو احنا قاعدين هيبقى حلو قوي. وصحيح اتكسر بس الحمد لله يعني ان انا ظبطته ولزقته. يا جماعه خلي بالكم انتوا بتلزقوا حاولوا تلزقوا بالدبل فيس زي اللي انا لزقت بيه، مش بالسكوتش، لان بجد ما كانش ثابت وفي لحظه وقع يعني، ما كانش بقاله 3 ثواني ملزوق. شكله حلو قوي بجد. تعالوا بقى نكمل عشان باقي تفاصيل بسيطه قوي، واخدكم جوله اوريكم كل الاوضه بعد ما اتظبطت. فيلا بينا بقى على الكورنر الاخير في الاوضه، وهو كورنر البانكيت ده. مش هغير فيه حاجات كتير، هما بس الكوشنز اللي عليه دول هنحط فيهم
الاشكال القمر دي، وبرده فيهم الذهبي مع البيج زي اغلب الاوضه. أجر القيام مختلف، أجر الصدقة مختلف، كل شيء في هذا الشهر مختلف، الأجور مضاعفة جدا، ومغفرة الذنوب مهيئة. والله تبارك وتعالى كما يقول أهل العلم يعني من الأمور التي شرع من أجلها يعني صوم رمضان أن الإنسان في هذا الشهر يضيق على الشيطان منافذه، لأنه أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وعندما يصوم الإنسان ويقل أكله ويقل شربه يتضايق الشيطان. فقصدي أن باب الرحمة متسع جدا، ثم يخرج هذا الشهر ونخرج منه ولم يغفر لنا، خسارة عظيمة. ودي كده تكون تاني واحدة. هما 2 مش 3، فهحط معاهم البني دي، واعتقد بني مع بيج هيبقى حلو. وده كده شكلها النهائي. بجد تاتش البني مع البيج طلع حلو قوي. تعالوا بقى نظبط جانب مختلف في البيت، وهو باب التلاجة. يعني نعمل تاتش بسيط كده في المطبخ عشان نغير من الاجواء ونخلق جو رمضاني شوية. دول اللزقات اللي جبتهم معاكم من الفيديو اللي فات، عبارة كده عن اذكار وايات. يعني دول مثلا اذكار الصباح، دي طبعا هتكون حلوة قوي كده في المطبخ. كمان الذكر سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله، حاساهم حلوين قوي ان هم يتحطوا على التلاجة، فبرضو هنحطهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كمان هتبقى حلوة عشان تفكرنا بالذكر كده كل مرة نشوف فيها التلاجة. من اكتر الحاجات اللي عملتها مبسوطة بيها. ممكن ازود حاجة كمان زيادة، آية الكرسي، وده يكون كده شكلها. على فكرة من اكتر الحاجات اللي مبسوطة بيها، لان زي ما انتوا عارفين المطبخ من اكتر الحاجات اللي بنفضل فيها في اليوم في رمضان. حلو كده يكون قدامنا ذكر طول الوقت. اشتري نمنومة. يلا بينا بقى ندخل على اللي بعده. باقي حاجات قد كده ونخلص واخدكم جولة في الأوضة. بما ان بقى باب اوضتي محطوط عليه زينة رمضان دي، انا لازم ادلع شوية باب اوضة بابا وماما. انا موطيه صوتي عشان احنا بالليل. هحط لهم دي فيهم شبه من بعض. شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام، شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام، تفتح أبواب الجنة يغفر لذنوب الأمة، شهر الصبر والهمة. بصوا جاتلي فكرة بسيطة برضو تظبيط النوت بوك بتاعي ده، وهو ان انا احط عليها الورقة دي اللي انا كنت عاملاها وحطها في التابلو. ولو فاكرين كنت عاملاها اصلا من علبة فرش، بس كان لونها حلو، فبفكر ان انا احطها كده على النوت تكون شكلها حلو وتشجيعية برضو ولايقة مع الأوضة. فتعالوا نلزقها مع بعض. ده كده شكلها. وبس كده وبتتفتح كده. شوفوا لي ازاي شكلها كيوت وحلو. حاجة بسيطة بس شكلها لذيذ. جاهزين معايا بقى اوريكم التحفة الفنية اللي احنا عملناها في الأوضة؟ جاهزين؟ انا متحمسة جدا. يلا بينا اوريكم. مش هيعدي علينا رمضان غير لما نزين زي زمان، هنحافظ على اللي فات ونزود عليه حاجات ونديها لولادنا. خيوط من نور تجمعنا من كل زمن ومكان، خيوط رابطة قلوبنا بنزين بيها رمضان وتكمل لمتنا. جينا لكم اللي فات نفكركم بأحلى الذكريات، أحلى حاجة في رمضان زي ما هو في كل زمان دايما بيجمعنا. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بصراحة مش عارفة اخد راحتي شوية في تظبيط باقي الشقة لانهم كلهم نايمين وعاملة شوية دوشة. مش شوية الحقيقة، هم كتير. فهحاول في الفيديوهات الجاية كده ان انا اظبط معاكم الحاجة واحدة واحدة. ما تنسوش بقى ان انتوا تشاركوني رأيكم، ايه رأيكم في الديكورات اللي انا عملتها وكده. اكتبوا لي بالتفصيل الممل عشان انا بقرا كومنتاتكم كومنت. اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا معايا في الفيديو وتشجعتوا على تزيين البيت لرمضان. يا جماعة تزيين البيت لرمضان دوت مش هو رمضان، ولا هو ده اللي مطلوب نعمله في رمضان، عشان بس ما يطلعش حد في الكومنت يقول لي كده. دي ما هي الا ان احنا بنفرح كده بقدوم الشهر الكريم. ما تنسوش ان انتوا تحطوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للشانل عشان يوصل لكم نوتيفيكيشن بالفيديوهات الجايه، وكمان عشان نوصل 25,000. بس كده كالعاده في نهايه الفيديو عايزه اقول لكم بحبكم جدا جدا جدا، ويلا باي. صحيح الفيديو الجاي هيكون متصور قبل الفيديو ده، فمش عايزاكم خالص تتفاجئوا من فكره ان انا منزله لكم الفيديو ده وبعديه الفيديو ده.
هتفهموا اكتر في الفيديو الجاي، بس يعني عايزه دماغكم ما تعملش ايرور. بس كده. باو.